اعتقال الشيخ فتحي الصافي من قبل النظام، ما هي القصة كاملة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة، ومبارك لكم سوريا حرة أبية. الله يبارك فيكم. منذ فترة تقريبا سنتين أو أكثر، فاتصل بي شخص صحفي من قناة وقال لي بأن رأيت والدك في أحد السجون وهو يخرج من ضمن العفو. هل كان والدك في الداخل أم كان يعني غير ذلك؟ ممكن أن أجي أعمل معك مقابلة. فقلت له أنا يا أخي يعني والدي كان في السجون وخرج بعد ذلك بالعفو. شاء الله سبحانه وتعالى أن خرج، وكانت تهمته بأنه يعني كان اسمه مسجل من الذين يصلون صلاة الصبح، وكان يعني في كان خطيبا في المسجد، وكل المشايخ يعني يذهبون إلى أفرع الأمن حتى يستجوبوهم ويقولون لهم ماذا تتكلمون وإلى ما شابه ذلك. والآن الشخص يعني توفى رحمه الله، فأنت لماذا تريد أن تفتح صفحات قديمة؟ قال نريد أن نظهر للناس. قالوا يا أخي يعني عندنا أهل نحن، وعندنا نحن خارج تركيا خارج سوريا، فنحن في تركيا الآن، فإذا في مجال انسى هذا الموضوع فلقد أفضى إلى ما قدم. وقال يعني أنا أريد أن أظهر فقط للناس أن له. أغلقنا هذه المكالمة. إليكم الفيديو كامل إخواني الكرام. كنيز أمنستي العفو عن معتقلين في سوريا. التاريخ 24 أكتوبر 2012، الشام، يعني دمشق سوريا. تمام. وقت بتوصل تمشي أنت بالفيديو بيوصل إليك هلا هون رحمة الله عليه الشيخ، هون بيطلع معنا باللقطة هون، وبهاي اللقطة كمان، وثم هاي اللقطة الخارجية له هو طالع سيرا على الأقدام من المعتقل. تمام. اللي مو صور اللي لك فيديو لك مثلا. طبعا إخواني دخل والدي المعتقل وخرج بمرض القلب، وخرج بمرض السكر، وخرج بمرض السرطان. لا ندري يعني ما الذي حدث. فسألت كثيرا بماذا فعلوا ذلك، هل فعلوا قتلوك كذا؟ فلم يجبني أبدا. لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي وحده يعلم. فيديو آخر لم يفصح الشيخ عما كان في داخله من الظلم الذي ألحق بالناس الموجودين في حرسته، وهذا الفيديو أكبر دليل على ذلك. هذا إخواني غيض من فيض. طلب منه أن يعطي محاضرة في حرسته. اسمع ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. يوم الأربعاء رحت أعطيت محاضرة بحرسته، فتت لجوا، رجعت مريض على العناية المشددة. يلي بشوف هالناس هنيك فكرت حالي بغير قارة، فكرت حالي بالعصر الحجري، لا في كهرباء لا في مي لا في أبنية، ناس عايشة على حيطان مسندة. اي نعم. فت على الجامع جابوا لي هي ماكينة اللي بتولد الكهرباء، اي نعم، ولدة، مشان انه اعطيت درس بجامع الشافعي عندهم، والتمت الناس كلياتها، وانا مريض يعني ما فيني اطلع. بس اما سبحان الله يا اخي، بيجي بيقول لك شيخ مشان الله، يعني انت كلامك بيصل للقلب، ما بدنا كلام منمق. طلعت لعندهم، طيب شو بدي اقول لهم؟ يعني شو بده الواحد يحاكيون؟ شو بده الواحد يصبرون؟ قلنا لهم يعني اللي صاركم صادنا. بيوتنا راح لي 3 بيوت لاولادي، وكنتي راحت عمرها 17 سنه، جيتها طلقه دراسه قبل عرسها ب3 ايام، وسياراتنا احترقت، ورجعنا للصفر. إيه، بس اما يعني سبحان الله تقدير الله سبحانه. بس قلنا له نحن لسه افضل منكم، لانه في عنا سقف يقاوينا بالشام، انتم ما عندكم سقوف تقاويكم. فلذلك نعم، يعني برمضان وصلاة العيد ما بدنا نغتر انه نحط اكل وشرب وحلو وتجي الناس عايد على بعضها. لا تسمع من حدا يقول لك كل عام وانتم بخير، نحن ما لنا بخير. خلي عايد عليك يقول لك الله يتقبل طاعتك، او انت اسبقوا فيها مشان تذكروا نحن ما لنا بخير. نحن اهلنا
ما في كلام إخواني الكرام أبدا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وعاشت سوريا حرة أبية. مبارك لكم أيها الإخوة والأخوات، أحبكم في الله. السلام عليكم. وين الحين أهلنا؟ أنا تعبان. السلام عليكم. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.